السلام عليكم ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بودكاست كلام من أمريكا. اتخذت المحكمة الفيدرالية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الماضي قرارا مهما أثار الكثير من الجدل، واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا القرار انتصارا عظيما وعملاقا حسب وصفه A giant win. وصوت لصالح هذا القرار 6 قضاة من أصل 9 المكونة لهذا المجلس القضائي الأعلى، بينما صوت ضده 3 من أعضائه فقط. المصوتون له كلهم قضاة محافظون، عين الرئيس الحالي 3 منهم، ويطلق القرار المعني بالأمر العنان لدونالد ترامب لتطبيق قراراته التنفيذية، حيث يحد هذا الفرمان الأعلى من سلطة القضاة الفيدراليين في محاكم الدرجة السفلى والاستئناف في تعليق تنفيذها في الولايات الأمريكية 50. لكن المثير للجدل في هذا القرار هو أنه يسمح للرئيس ترامب بإلغاء حق الأرض في منح الجنسية الأمريكية وحرمان الأطفال المزدادين للمهاجرين غير الشرعيين منها. ويأتي هذا القرار بعد الانتقادات المتكررة للبيت الأبيض لاعتراضات بعض القضاة الديمقراطيين أو التقدميين أو الليبراليين الذين ما فتئ يتهمهم بالوقوف في طريق تطبيق البرنامج الذي من أجله انتخبه الأمريكيون. لكن معارضي هذا الأمر القضاء الأعلى، ومنهم على وجه الخصوص سونيا سوتومايور القاضية بنفس الهيئة العليا، لهم رأي آخر، وقد جرت هذه الأخيرة ناقوس الخطر مصرحة بأن هذا من شأنه أن يشجع الجهاز التنفيذي على خرق مستمر لدستور البلاد. وللمزيد من التفاصيل فيما يخص مراجعة حق الأرض، فالجدير بالذكر أن الحرمان من الجنسية الأمريكية لن يطال فقط أطفال المهاجرين غير الشرعيين، بل يتعداهم ليشمل مواليد بعض المقيمين وحاملي التأشيرات المؤقتين، وكذلك مواليد السياح. وبطبيعة الحال فمبدأ عدم رجعية القوانين يحتم تطبيق الوضع الجديد فقط منذ تاريخ قرار ترامب التنفيذي المتعلق بإلغاء حق الأرض في منح الجنسية، أي منذ 20 من شهر يناير الماضي، وهو اليوم الأول الذي تسلم فيه دونالد ترامب مقاليد الحكم في البلاد. لكن بالنسبة لمعارضي ترامب هذا ليس إلا انتصارا نسبيا فقط وليس نهائيا على الإطلاق. والعقبة الأولى في طريق إلغاء حق الأرض لهذه الشرائح المستهدفة هي أن قرار ترامب ليس قابلا للتنفيذ إلا في الولايات التي لم تطعن فيه قبل ذلك، وحتى في هذه الولايات تبقى أبواب الطعن مفتوحة على مصراعيها ابتدائيا واستئنافيا ونقدا وإبراما إذا صح هذا التعبير. أما التي طعنت فيه وعددها 22 ولاية، من بينها ميريلاند وواشنطن وماساتشوستس وأريزونا وكاليفورنيا، وقد أصدرت المحاكم الفيدرالية فيها قرارات معاكسة. ويبقى الطعن هنا كذلك متاحا في يد البيت الأبيض حتى بلوغ المحكمة العليا أيضا. أغلب هذه الولايات ديمقراطية وتندد بخرق سافر للفصل 14 من الدستور الأمريكي المعدل في 1868، أي 3 سنوات فقط بعد انتهاء الحرب الأهلية التي زعزعت البلاد بين 1861 و 1865 في عهد إبراهام لينكولن، أيقونة مناهضة العنصرية ومحرر العبيد السود
ذوي الأصول الإفريقية. الحاجز الثاني في نظر هؤلاء المعارضين الذي يجعل انتصار ترامب منقوصا غير كامل هو أن المحكمة العليا لم تنظر بعد في مضمون قراره القانوني لتقرر دستوريته من عدمها، وإلى أن يصدر حكمها بهذا الشأن وكله مزداد على الأراضي الأمريكية وامتداداتها كسفاراتها وقنصلياتها وبواخرها وطائراتها أمريكي حتى النخاع، بغض النظر عن جنسية أبويه أو وضعيتهما القانونية أو لونهما أو دينهما. كذلك يقر مبدأ حق الأرض الكوني، وكذلك أراد الآباء المؤسسون ومن تبعهم إلى اليوم، أو بالأحرى إلى الأمس. أما الحاجز الثالث والأخير والمسيل للكثير من البلاد فهو حسب أغلب المفكرين والمحللين هنا أن حق الأرض هذا يعتبر جزءا مهما ومصيريا من الصالح الديمقراطي الأمريكي، بدونه يحرم الملايين ممن ولدوا في هذه البلاد من أبسط الحقوق الإنسانية، وهو حق اختيار من يحكمهم من خلال الانتخابات التي هي العمود الفقري لكل ديمقراطية حقه، ولا يمنح هذا الحق إلا حمل الجنسية. في نهاية هذا الكلام، سواء ربح ترامب أو خسر رهانه ضد حق الأرض الأوتوماتيكي، فبلاد العم سام تظل أرض حقوق لا تمنحها سواها. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بحول الله وقوته.